وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا. أما بعد، مشاهدي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية، وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق. وفي هذه الحلقة ما زلنا في دولة إثيوبيا أو الحبشة قديما، بعنوان اللغة العربية في إثيوبيا، تاريخ من الانتشار والصمود، الجزء الثالث. وفي الجزء الثاني تحدثنا عن مظاهر انتشار اللغة العربية في إثيوبيا، واليوم نتناول هذه المظاهر الأخرى. ونظرا لأن الأحباش النصارى ظلوا قرونا عديدة ينقلون آدابهم عن اللغة العربية، فقد كان طبيعيا أن تؤثر اللغة العربية في لغة المترجمين إلى حد بعيد. وحيث ظهرت في الكتب المترجمة إلى الحبشية آثار عربية واضحة في كثير من العبارات والسياق والألفاظ، كما تظهر في هذه النصوص الحبشية عبارات أخذها المترجمون الأحباش حينما ترجموا الأحباش الإنجيل من اللغة العربية إلى اللغة الأمهرية أو اللغة التجرينية، تأثروا باللغة العربية وبألفاظ اللغة العربية. ومن هذه الألفاظ الحبس والحكيم والمنار والقارورة والوباء والخف والجنين والدر وغيرها من الألفاظ العربية تأثرت بها الشعوب الحبشية في ترجمتها للغة العربية، وهي بالثقافة القبطية العربية، أي في مصر، لأن النصارى في إثيوبيا يتبعون إلى الكنيسة القبطية في جمهورية مصر العربية، وهؤلاء في مصر يتحدثون باللغة العربية ويقرؤون الإنجيل باللغة العربية. ثالثا، كتابة اللغات الإثيوبية بالحرف العربي. هذه اللغة العربية التي استهدفت من قبل الأوروبيين أو من قبل الاحتلال الأوروبي أو الصليبي كانت لها شأن عظيم في العالم، حيث تأثرت بها كل اللغات، وكانت تكتب بالحرف العربي، وكانت تبدأ من اليمين إلى الشمال. ففي إثيوبيا تمت كتابة كثير من اللغات المحلية الإثيوبية بالحرف العربي، ونجد كذلك الحرف العربي في اللغة الفارسية والأردية، وكذلك الكردية تكتب بالحرف العربي، وهي لغة يتحدث. فقد كتبت اللغة الهررية في هرر، مدينة هرر في إثيوبيا، بالحرف العربي، وهي لغة يتحدث بها في مدينة هرر التاريخية في شرق إثيوبيا، واسمها المحلي آدار. وعلى الرغم من أنها محاطة من جميع الجهات بلغات الأرومو والصومالية، وهذه اللغات تركت أثرها في اللغة الهررية، ولكن التأثير الكبير في مجال المفردات أحدثته اللغة العربية، لأن هذه المنطقة في إثيوبيا كانت منطقة علم ومنارات للهدى، حيث كان فيها علماء جهابذة من الإثيوبيين في هذه المنطقة.
ويرجع ذلك التأثير الإسلامي الطويل فيها، حيث تعد مدينة هرر أول مدينة إسلامية في إثيوبيا، وكانت تابعة لما يسمى بلاد الطراز الإسلامي سابقا، أو الممالك الإسلامية التي نشأت في هذه المنطقة. كانت تتكلم اللغة العربية وتكتب باللغة العربية، وكذلك كتب الصوماليون في الحبشة لغتهم بالحرف العربي، وكما أن متحدثي لغات العفر والبجة من الجماعات البدوية المسلمة يفضلون استخدام العربية كلغة مكتوبة لهم. وهذه القبائل العفر والبجة هي في أريتريا، وخاصة العفر هي مناطق حدودية بين إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي. وهذه الجماعات تأثرت بالمفردات العربية، ويستخدمون اللغة العربية كلغة مكتوبة لهم، كما استخدم الحرف العربي في كتابة اللغة الأرومية منذ زمن بعيد. حينما جاء الاستعمار قلب الأمور، فكتبت هذه اللغات التي كانت تكتب بالحرف العربي كتبت بالحرف اللاتيني. رابعا، كتابة مؤلفات العلماء الأحباش باللغة العربية. ظهر العديد من العلماء والفقهاء من بين المسلمين الأحباش، ونبغوا في العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية. كما ذكرنا هنالك علماء إثيوبيين كثر كان لهم دور كبير في نشر اللغة العربية والدين الإسلامي في القارة الأفريقية، وبلغوا فيها شأوا كبيرا، حتى إنهم وضعوا العديد من المؤلفات بلغاتهم المحلية وباللغة العربية أيضا. ومن هؤلاء العلماء الشيخ سيد فقيه زبير، هذا عالم من مدينة ياجو الذي توفي عام 1242 هجرية، الموافق لعام 1826 ميلادية، الذي وضع 40 مقالة تعليقية على الأجرومية. لنبوغه في اللغة العربية كتب ووضع 40 مقالة تعليقية على الأجرومية، أي شرح الأجرومية. والشيخ جمال الدين محمد من مدينة أنا، المتوفى عام 1282 هجرية، الموافق لعام 1865، الذي وضع كتابا كاملا في الفقه بعنوان كفاية الطالبين في معرفة مهمات الدين. وكذلك الشيخ إبراهيم عبد الرزاق الذي ألف تعليقات على ألفية ابن مالك. والشيخ جوهر بن حيدر من مدينة شونغي الذي وضع كتابا في الفقه بعنوان عناية الطالبين. والشيخ محمد أمان الجامي من مدينة داري الذي كتب تعليقا على الأجرومية بعنوان المقاصد الوافية في شرح الأجرومية، وقد مكث في بلاد الحرمين وكان يدرس في الحرمين الشريفين. والشيخ حسن بن حبيب الحنفي الجبرتي من مدينة ولو، هذه المدينة كانت مدينة علم وراية للإسلام، وله مؤلفات ومصنفات كثيرة، منها تفسير القرآن الكريم، وشرح وقاية الرواية، وشرح كنز الدقائق، وشرح مختصر القدوري، وشرح تحفة الملوك الذي سماه منهج السلوك، وله تصنيفات وشروح أخرى. هكذا هؤلاء العلماء الأجلاء الذين نبقوا في اللغة العربية والعلوم الدينية كتبوا نتاجهم أو مصنفاتهم باللغة العربية، ثم بعد ذلك ترجمت إلى اللغات المحلية. الوضع الحالي للغة العربية في إثيوبيا: واجهت اللغة العربية هزات متعددة ومعيقات كبيرة أدت إلى تراجع مكانتها وتقلص انتشارها في إثيوبيا، وعلى الرغم من ذلك فما تزال تحتفظ بمكانة وضع متميز في إثيوبيا، ولا يزال لها نوع من الوجود على الساحة الإثيوبية،
وبيان ذلك فيما يأتي. أولا، اللغة العربية لغة دين، لا تزال اللغة العربية هي اللغة الدينية لمسلمي إثيوبيا، وعدد مسلمي إثيوبيا ما يقارب 80% من تعداد سكان إثيوبيا من الأمة المسلمة، فعدد المسلمين الكبير لا يزال من أهم عوامل استقرار اللغة العربية هناك وثباتها. واللغة العربية هي لغتهم المقدسة لأنها لغة القرآن، وهي اللغة المستخدمة في إقامة شعائرهم الدينية. كما ذكرنا سابقا أن اللغة العربية ضرورية للمسلم، حيث يبدأ دخوله بالإسلام حينما ينطق الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا مفتاح الدخول إلى الإسلام، ينطقها بحروف اللغة العربية، وهي اللغة المستخدمة في إقامة شعائرهم الدينية، وتعلمها ملازم لحفظ القرآن الكريم وفهمه. بعد دخول الإنسان إلى الإسلام لزم عليه حفظ القرآن الكريم ليباشر العبادة وهي الصلاة، وحيث يحفظ جزءا أو شيئا من القرآن، وعلى رأسهم الفاتحة التي يتعبد بها في صلاته، وضروري لفهم تعاليم الإسلام من مصادره الأساسية. وفي إثيوبيا لا بد للمسلم بصرف النظر عن لغته الأم الإلمام ببعض العبارات العربية كما ذكرنا، مثل الشهادتين. عندما نطق الشهادة للدخول الإسلام تكون بالحروف العربية وباللغة العربية، أو عبارة التحية الإسلامية حينما يلتقيان المسلمان يحيي بعضهما فيقول السلام عليكم، أو البسملة وغيرها. وكذلك الخطباء في المساجد حينما يبدؤون يسلمون على الناس بقولهم السلام عليكم، أو البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. كما يجب عليه حفظ الفاتحة وبعض الآيات القرآنية باللغة العربية حتى يستطيع أن يؤدي صلاته. ومن أراد أن يزداد تفقها في شؤون دينه فعليه أن يزداد علما باللغة العربية ليطلع على المؤلفات الدينية في الفقه والشروح والتفاسير والحديث وغيرها. إلى فاصل قصير مشاهدي الأعزاء ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا ومرحبا بكم بعد فاصل قصير نواصل ما انقطع من الحديث، وما زلنا نتكلم عن الوضع الحالي للغة العربية في إثيوبيا. كما ذكرنا في قبل الفاصل أنها ضرورية للمسلم لأن هي لغة الدين الإسلامي، ولذا نجد أن الأفراد يختلفون في مدى إلمامهم وإتقانهم للغة العربية، فمنهم من يفهمها ويتحدثها بشكل تام ويستطيع استخدامها في الحياة اليومية، ومنهم من يستطيع تلاوة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في الأمور الدينية، ويمكنه فهم الخطب باللغة العربية. لذلك نجد الخطب في الجوامع في إثيوبيا أو في إريتريا أو في غيرها من الدول تبدأ باللغة العربية، ثم بعد ذلك يشرح الإمام للناس بعد الصلاة ما قيل في الخطبة الأولى باللغة العربية، ولكنه لا يستطيع استخدامها في حياته اليومية. تجد الإنسان يتكلم كما نعرف الآن هنا، الناس يحفظون القرآن ولكن لا يتكلمون باللغة العربية، وهكذا. ومنهم من تقتصر معرفته بها على إقامة الشعائر الدينية، يحفظ القرآن ويحفظ السنة فقط
ويتوقف كل ذلك على مقدار ما تعلمه من اللغة العربية في المساجد أو المدارس الإسلامية التي يتم فيها تعليم اللغة العربية. اللغة العربية لغة تعامل. اللغة العربية إحدى أهم لغات التعامل في إثيوبيا قديما وليس حديثا. كما ذكرنا هذه المناطق كانت مناطق إسلامية فيها ممالك وفيها الطراز بلاد الطراز الإسلامي، وكانت في اللغة العربية هي اللغة الرسمية في هذه الممالك، والناس كان يتحدثون باللغة العربية وفي التعامل، لأنه هذه البلاد بلاد إثيوبيا حاليا والحبشة سابقا فيها عدد كبير من القبائل، ما يعادل 300 ونيف من عدد القبائل الموجودة. فهذه القبائل كلها تجتمع على اللغة العربية لأنه معظمها من المسلمين. ولكن محاربة هؤلاء أهل الكفر من الغرب والاحتلال الصليبي أضعف من اللغة العربية في هذه البلاد، وفرض اللغة الأجنبية عليهم فرضا قويا، وكذلك أنشأ ما يسمى بلغات الأم، وبدأ ينشرها بين أوساط المسلمين. وتظهر هذه الأهمية بشكل خاص بين مسلمي إثيوبيا الذين يتحدثون لغات مختلفة، فالعربية هي وسيلة التفاهم المشتركة بينهم جميعا، ولها وجود واضح في المدن الإسلامية مثل مدينة هرر وجمة وعروسي. هذه مناطق إسلامية فيها اللغة العربية منتشرة، ويمكنك أن تتفاهم معهم باللغة العربية، وغيرها من المدن الإسلامية في إثيوبيا. ويجب هنا أن نشير إلى أنه من النادر أن تجد من الإثيوبيين غير المسلمين من يتحدث اللغة العربية بوصفها لغة تعامل. هذا الكلام قبل 100 عام أو أقل من ذلك، وأما الآن فوردت عليهم اللغة الأمهرية، وهي لغة التعامل ولغة الإدارة في الدولة الحديثة، فهي مرتبطة إلى حد كبير بالأقاليم والجماعات المسلمة. هنالك وثائق وجدت في العهد الإيطالي أن التعامل بين القبائل العفرية على الساحل الشرقي كانت تكتب المعاهدات والاتفاقات باللغة العربية. هذه الوثائق وجدت وتترجم للغة الإيطالية. واللغة العربية المستخدمة في الحديث تميل إلى اللهجة اليمنية أو السودانية على حدود السودانية، واليمنية على الساحل الشرقي. وهنا يقصد بعض المؤرخين بإثيوبيا الشاملة، إريتريا وكذا وجيبوتي والصومال، يقصدون هذا، ولكن نحن نقصد الآن الوضع الحالي في دولة إثيوبيا الحالية الحديثة. هنالك تأثر باللغة العربية، والآن بدأت جامعة أديس أبابا بإنشاء كلية اللغة العربية مفردة، وفيها ما يقارب 300 طالب يتعلمون اللغة العربية تعلما كبيرا. وهذا من البشائر التي تبشر بانتشار اللغة العربية مرة أخرى في إثيوبيا. ولا تزال اللغة العربية مفهومة في الأسواق الإثيوبية بشكل كبير، لأن اللغات الحبشية الأمهرية والتيغرينية وما يسمى التيغري في بلاد إريتريا، هذه لغات حبشية حميرية جعزية، وفيها كثير من المفردات العربية المتشابهة، لأن لغة عربية قديمة، وحرفها ما يسمى بحرف المسند الذي كانت تكتب به اللغة الحميرية قبل أن يأتي الإسلام، الذي كتب بحرف الجزم وهو الحرف الحجازي.
والتي أدت إلى انتقال كثير من المفردات العربية في هذا المجال، والتي لا تزال موجودة حتى الآن، إلا أن وضع اللغة العربية بوصفها لغة تعامل آخذ في التراجع أمام سيادة اللغة الأمهرية من ناحية، وأمام التقدم والانتشار الكبير للغة الإنجليزية من ناحية أخرى. يعني هنالك ضعف كبير، وهذا ضعف مقصود لإضعاف المسلمين وعدم الاهتمام بلغتهم، ويكون هنالك انتشار الجهل بأمور الدين الإسلامي. ثالثا، اللغة العربية في وسائل الإعلام الإثيوبية. تتمتع اللغة العربية بوجود ملحوظ على الساحة الإعلامية الإثيوبية، في الإذاعة الإثيوبية تخصص ساعة من إرسالها تقدم باللغة العربية يوميا، وتتناول هذه الفترة الأخبار المحلية والعالمية، كما تتضمن بعض البرامج والأغاني العربية. كما تصدر عدة صحف إثيوبية باللغة العربية، مثل صحيفة العلم، هذه الصحيفة التي تصدر في أديس أبابا، ويزيد عمرها عن نصف قرن، ولم تتوقف عن الصدور منذ نشأتها عام 1360 هجرية الموافق لعام 1942 حتى الآن. مستمرة هذه الصحيفة تصدر في أديس أبابا باللغة العربية، وهي صحيفة حكومية تصدر عن وزارة الإعلام الإثيوبية، والهدف منها إعلام الشعوب العربية والمجتمع الدولي بالنشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وبلدان العالم العربي المجاورة. وهناك صحف أخرى ومجلات عربية وإسلامية تصدر في إثيوبيا، مثل مجلة بلال، هذه مجلة تصدر باللغة العربية، وهي مجلة إسلامية شهرية تعبر عن وجهة النظر الإسلامية والمجتمع المسلم في إثيوبيا. وكذلك تصدر مجلة الرسالة باللغة العربية، وهي مجلة إسلامية تصدرها جمعية إسلامية باللغتين العربية والأمهرية. وكان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قد أصدر صحيفة نصف شهرية باللغة العربية والأمهرية، إلا أنها توقفت عن الصدور لأسباب مالية. وبلا شك فإن صدور مثل هذه الصحف يدل على دلالة واضحة أن اللغة العربية في إثيوبيا لها أرض وخلفية ثابتة، ولكن هنالك نظم تضغط على هذه الشعوب عدم تعلم اللغة العربية وانتشارها مرة أخرى، وبنظرة إسلامية ودينية عقدية، بحكم ذلك العدد الكبير من المسلمين وبحكم الجوار العربي. رابعا، اللغة العربية في التعليم الإثيوبي. ولأهمية الحديث عن وضع اللغة العربية في نظام التعليم الإثيوبي، إن إثيوبيا بها نوعان من التعليم. ككل بلدان العالم هنالك تعليم حكومي وتعليم غير حكومي، محلي وخاص أو أهلي. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تدريس اللغة العربية في أي من المراحل التعليمية في المدارس الحكومية أو الجامعات، فنجد أن اللغة العربية يتم تعليمها بشكل كبير في المدارس القرآنية التقليدية أو المدارس الإسلامية أو المعاهد الإسلامية، وكذلك في بعض المدارس الإسلامية الخاصة محدودة الانتشار. ويلاحظ أن الهدف من تعليم اللغة العربية في إثيوبيا يختلف من منطقة إلى أخرى، ففي المناطق الريفية أو المناطق البدوية يكون الهدف دينيا وثقافيا في المقام الأول، من أجل تمكين الأطفال من تلاوة القرآن الكريم وقراءة النصوص الدينية. تجد في هذه الأرياف الاهتمام باللغة العربية في أوساط المسلمين. أما في المناطق الأكثر تمدنا فإن اللغة العربية تستخدم لغة تعامل ووسيلة اتصال، على الأقل في المعاملات التجارية وفي تدوين الحسابات وكتابة العقود وما شابه ذلك، وهذا قديما ليس حديث. لذلك نجد أن مستوى إلمام الإثيوبيين المسلمين باللغة العربية
يختلف من منطقة إلى أخرى. وتدرس اللغة العربية في مدارس تسمى المدارس القرآنية، وهي مدارس أهلية لا تخضع لإشراف الحكومة ولا تحظى باعترافها، لذلك ضعيفة في رواتبها وفي اهتمامها بالتعليم، وهي مدارس بدائية إلى حد كبير. وتنقسم الدراسة فيها إلى مرحلتين: أولا مرحلة التهجي الحروف، كلمة التهجي كما هو واضح كلمة ذات أصل عربي يسمونها التهجي. وهذه المرحلة تشبه إلى حد بعيد نظام التعليم الديني الذي كان قائما في كثير من البلاد العربية والإسلامية، والذي يعرف في مصر على سبيل المثال باسم الكتاب. في مصر يعرف باسم الكتاب، والذي لا تزال آثاره باقية حتى الآن في بعض القرى المصرية وغيرها. وهذه المرحلة لها هدفان أساسيان، هما تعليم الحروف العربية وتعليم قراءة القرآن الكريم. ولتحقيق هذين الهدفين لا بد أن يمر الطالب بعدة خطوات. ففي البدء يجب عليه أن يتعلم الحروف العربية فتكتب على ألواح خشبية، ويقوم المعلم أو أحد التلاميذ القدامى بقراءتها، ويظل الطفل يرددها حتى يحفظها. هكذا رأينا وضع اللغة العربية في الوضع الحالي في إثيوبيا. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي